إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. خلينا نأخذ هذا البوست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم من الجزائر. عندي عام منذ بدأت الاستغفار ومتابعة فيديوهات عمي حجازي، وجدت الخير الكثير من خيرات الحمد لله، منها عملية قيصرية لم أشعر بألم كبير. سابقا كنت أتألم كثيرا، وقد رزقني الله بمنزل من عند دولتنا لم أتوقع أبدا أن يعطوها لي. شيء عظيم وفرحة لا توصف. الحمد لله والشكر لله. ولعمي حجازي بارك الله فيك، إنك دليتنا على طريق الاستغفار وجزاك الله خيرا. طيب خلينا نأخذ هذه القصة، فيها ثمار. أنا شايف مكتوب هنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سعاد مقيمة بالإمارات. الأخ محمد حجازي جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك وبقنواتك المفيدة. الأخت الفاضلة شيماء والمشرفة صاحبة الخلق الرفيع جزاك الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم. قصتي مع الاستغفار. أنا شوفوا مجمل هالترتيب، لو أنها قرأته هي، لو أنها بلسانها بصوتها قرأته في ترتيب جميل، وأنا مسويته هي أفضل من إنه إحنا المشرفين يقرأوه. صاحب القصة في هيك مشاعر وتعابير مهمة تطلع من صوته، منه نفسه، تفاصيل مهمة جدا. يعني نشكر المشرفين اللي بيقوموا بهذا العمل، لكن يبقى صاحب القصة قصته أقوى إنه هو يقولها. طيب السلام عليكم. قصتي مع الاستغفار. أنا بدأت الاستغفار بأعداد كبيرة منذ 2023 مع قناة الأخ محمد حجازي، وكنت ملتزمة قبلها ولله الحمد بسورة البقرة يوميا منذ 2014، ولكن لما أكثرت منها صار الأمر مختلف. بعدما بدأت الاستغفار بشي شهر، أول عطاء كان المطر. رأيته في المنام إنها تمطر تحت شرفة البيت، وبعدها بيوم أو يومين كنت جالسة ند الشرفة فنزلت المطر بنفس المكان الذي رأيته في المنام. سبحان الله، رؤية حق. لازم تعرفوا الرؤية الحق. أصدقكم حديثا أصدقكم رؤى. إذا أنت شفت رؤية وتحققت معناها أنت صادق. أصدقكم حديثا أصدقكم رؤى، هذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ عشان لما أنت بتشوف رؤية صادقة لا تمر عليه مر كرام، هاي شهادة من الله إنك صادق. وسبحان الله يا جماعة، الذي أصابني شفته في رؤيا، أقسم بالله الذي أصابني وماذا فعلوا لي شفته في رؤيا. سبحان الله، الحمد لله كل حال. 2، زوجي جاء لوحده يخبرني أن الإدارة خبرت بزيادة راتبه الشهري ولله الحمد. 3، كان في مبلغ معلق صار له 7 سنين والرجل لا يريد أن يدفعه، ولو أنه حق زوجي، ولكن سبحان الله بعث رسالة زوجي وأخبره أنه سيدفعه بس يلتقي فيه. 7 سنين ولا سائل، بس لازم الاستغفار يا جماعة، وبدأوا قال بدي ندفعه. 3، بس بدأت الاستغفار كان نفسي أعمل شهادة السواقة، ولكن زوجي رافض منذ 10 سنين. بعدها بشهر اقتنع وعملتها. سبحان الله. 4، قبل ما أستغفر كان عندنا سيارة قديمة توقف في نص الشارع كل يوم عند المصلح. سبحان الله، بعد الاستغفار بسنة أو سنة ونصف رزقني الله بسيارتين ولله الحمد شبه جديدتين، والمصلح بطلنا نروح عنده بفضل الله. 5، بعد الاستغفار فتح الله علي في العلم الشرعي وتعلمت القرآن وصرت معلمة تصحيح تلاوة بفضل الله، وطالبات يطالبن مني كذلك حلقات تدبر لولا ضيق الوقت. الله ييسر الأمور. 6، رزقني الله بحلقات لحفظ القرآن لأطفالي في المسجد ولله الحمد، مع حفظ جاد ولله الحمد. 7، صار عندي تسخير الناس عجيب. 8،
انقذنا الله من حادث سيارة كان راح يكلفني غرامة مالية والحمد لله. 9 صرت أكثر هدوءا. 10 زيادة الحاصل العلمي لدى أطفالي ولله الحمد. انتبهتوا، الحاصل العلمي يرفع من مستوى الأمة، الحاصل العلمي بالاستغفار الوالدين يرفع من منسوب العلامات عند الأولاد، وإذا ارتفع فالأمة يرتفع شأنها. عشان تعرفوا ليش إحنا غالب علينا ما فيش إنتاج. بقول لك حتى العرب بيشتروا أكل مشترى، لأنه الله منعنا بذنوبنا، الله مش فاتح علينا. عشان تعرفوا، روح يتعلم بالآخر اللي بينجح بالتعليم بيروح بيشتغل بالغرب، وأنت بيفتح علينا الله لما نتوب إن شاء الله وإحنا بالطريق. الحمد لله رب العالمين. زيادة الحاصل العلمي لدى أطفالي ولله الحمد. تغيير في تصرفات زوجي نسبيا للأحسن ولله الحمد. 11 سخر الله محفظة قرآن مجانا سبحان الله، وهم من اتصلوا بي من حيث لا أدري سبحان الله. 12 زيادة البركة في بيتي وحياتي كلها. 13 من قبل فترة قصيرة من الآن رزقني الله برؤية إنني في قطار، وكان عندي مد بصري في الرؤيا، أرى مشارق الأرض ومغاربها، وكنت أرى بقرة كبيرة بكبر الجبل، وكنت أقول في المنام لا إله إلا الله يا هارون وأكررها من دهشة حتى صحيت. سنرجع للبقرة. حلمت مرة وقت السحر إنني أستفرغ حشرات، وبعدها بأسبوع تقريبا أصابني ألم في بطني مفاجئ، وفعلا استغفرت أعزكم الله، وبعدها ارتحت وتيسرت علاقتي مع زوجي. ممكن كان سحر مأكول والله أعلم. 14 رأيت المطر في المنام مرة بعد شهر من الاستغفار، ومرة بعد سنتين يعني. بالنسبة للعكوسات أحيانا في هجمات وعكوسات بس مو دايما. 15 زاد عندي اليقين بالله، وصرت أحكي عن الله بكل حب وثقة ولله الحمد. هذا أهم مقطع. زاد عندي اليقين بالله وصرت أحكي عن الله بكل حب وثقة ولله الحمد. تقول طريقة الاستغفار أقل شيء 10,000 يوميا، معظمها في جلسة واحدة، وأكثر شيء 30,000 وصلتها شيء 5 مرات، ومرة أو مرتين وصلت 40,000 هيك شيء. سورة البقرة قرأتها 4 مرات لمدة شهر وشوي، وهلا صارت غالبا مرتين بالنهار. صار معي إني غيرت مكان إقامتي من بيت صغير إلى بيت أوسع بالإيجار. لما رأيت كبره تذكرت جنات وأنهار التي في آية الاستغفار سبحان الله. ولكن سبحان الله، الله رزقني بأثاث جديد بكل تيسير، والشاهد في الأمر إنني قبل الاستغفار رحلت، وكان يوم رحلتي أسوأ يوم، لأن زوجي تعارك معي يوم الترحيل، وكانت نفسيتي تعبانة جدا. وبعد الاستغفار رحلت مع أطفالي أسوق في سيارتي الخاصة، فتذكرت الفرق ودمعت عيني حسرة على الأيام التي أمضيتها بدون الاستغفار. الله يثبتنا. على فكرة قبل الاستغفار كانت حياتي كلها مشاكل وصراخ وحسرة، حتى أني كلما تذكرت استغربت. سبحان الله، يثبتنا الاستغفار أقل شيء 10,000، وحاول أن أو أوصل ل30,000 أو أكثر. نسيت شغلة، أما الآن عم بستغفر بنية إنه زوجي وأخي يصلوا الفرائض، وإن شاء الله قريبا برجع أكتب إنهم صاروا يصلوا بإذن الله، بس يصيروا يصلوا دعواتكم. وإذا صار معي شيء جديد راح أكتبه إن شاء الله. أسأل الله العلي العظيم أن يرزق زوجك وأخوك وجميع الشباب المسلمين والمسلمات، كلنا جميعا أن نقدم الصلاة على كل شيء، فتكون أهم الأعمال في حياتنا هي الصلاة في وقتها. نعم، صادقا أخي أبو أحمد، بعد تبليغي لقصتي ونشرها شعرت بزيادة في الرزق، وزيادة في الهمة في الاستغفار، وزيادة في الفتوحات، وحتى الرؤى الجميلة وعادت لي رؤى الأمطار، وأصبحت أشعر إن التبليغ عن الآية
التي نعيشها شيء مهم جدا، وأن الشيطان يجتهد علينا لكي لا نبلغ الآية الاستغفار وسورة البقرة.